النصر السعودي يمنح ساديو ماني مهلة أخيرة. تفاصيل نارية، لكن قبل أن نبدأ بالتفاصيل فضلا لا تنسى ترك إعجابك لهذا الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. منحت إدارة نادي النصر السعودي السنغالي ساديو ماني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ مهلة أخيرة من أجل حسم موقفه في ظل المفاوضات القائمة بين الطرفين منذ فترة لانتقال اللاعب إلى صفوف فريق النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكشفت العديد من التقارير الصحفية السعودية آخر التطورات بشأن انتقال السنغالي ساديو ماني إلى صفوف النصر السعودي في صفقة مرتقبة ومنتظرة، ولا سيما أن السنغالي ساديو ماني يرغب في التواجد داخل الفريق الأصفر. وهناك العديد من التطورات التي شهدتها الصفقة خلال الفترة الأخيرة قبل أن تتوقف المفاوضات لأسباب مجهولة. وأكد موقع سبورت 24 السعودي أن إدارة النصر السعودي منحت ماني مهلة 48 ساعة للرد بشكل نهائي على العرض المقدم لضمه في ظل ضيق الوقت ومطالب اللاعب المالية التي اعتبرتها الإدارة مبالغ بها. وأضاف ساديو ماني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ وافق على المهلة واعدا بالرد بشكل نهائي على العرض سواء بالموافقة أو الرفض في ظل رغبته مناقشة إدارة بايرن ميونخ في بعض الأمور التي تخص عقده معهم ورغبته بالتواجد داخل صفوف الفريق الأصفر.